اليوم بحثنا فيه هو الجو الاقليمي بالنسبه لسوريا. لا شك انه حكومه الرئيس تمام سلام هي صمام امان في البلد، خاصه بدون هالتحركات والمشاكل اللي عم تصير فيها، ابتداء من التفجير اللي صار العمل الاجرامي على بنك كربلون، مرورا بالكلام السياسي اللي عم يصير فيها والهجمه على القطاع المصرفي. اليوم نتمنى على كل السياسيين اللي مشاركين بهالحكومه يلي لما فاتوا فيها كانوا عارفين الصعوبه اللي رح تمر فيها البلد، بس اليوم لما عم نشوف عمليه الاستقلال، عمليه المواقف السلبيه للحكومه، بالنتيجه هالمؤسسه هي الوحيده اللي رح تطالعني اللي ماسك البلد، الوحيده اللي العالم كله عم يتعاطف فيها. هل يا ترى السياسيين اليوم حابين بالاخر يفوتوا البلد بالمجهول؟ نتمنى على الكل يركزوا اكثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي. المشكله اللي صار ببغداد نهار الاحد الماضي هز 4 اشهر من امكانيه يكون عندنا موسم سياحي لنحرك البلد، وبعد هلا منا شايفين السياسيين اللي عم يقولوها من جهه لسوء الحظ. معظم الحركات السياسيه عم نشوفها هي شكلت بلد بسيط. نتمنى انه يعيدوا النظر، لانه بلدنا بحاجه لعمليه الوحده، بحاجه لعمليه نطلع على المعيشه تبع اهلنا، لان الوضع الاقتصادي بالمنطقه طويل، ما بدنا نوصل لمرحله انه بالاخر نمشي باتجاهات الغلط بهالتطرف اللي عم نشوفه بالمنطقه. شكرا.